اعمل لك امتحان مفاجئ، يعني زي ما كانوا بيعملوا لنا في ايام الكليه. تعرف يا صديقي يعني احتضان؟ احتضان يا الادب مش حضن، احتضان اللي هو الكفاله. وايه الفرق ما بينه وما بين التبني؟ طب هسألك سؤال تاني اكتر، خليه سؤال عملي. عمرك زرت ملجأ او شفت الاطفال اللي هناك عايشين ازاي؟ بلاش السؤال العملي، عمرك شفت اسرة احتضنت طفل، يعني مش ابنهم وخدوه من الملجأ ويعيشوه معاهم، وشفت إيه اللي بيواجهوه مثلا في حياتهم عامله ازاي؟ طب شفت الكلام اللي اتقال عليهم من الناس اللي حواليهم بقى، بيقعدوا في السكرته كده يقولوا كلام من وراهم وحاجات زي كده؟ شفت حاجات زي دي؟ اسئله كتير صح، وانا قررت مش هتخلى عنك وهجاوبك على الاسئله دي. رانيا الطنوبي قدرت في روايتها ان هي تعبر وتجاوب عن الاسئله دي بمشاعر وسلاسه حلوه جدا. علشان كده انا قررت ان انا احكي لك واجاوب لك على الاسئله دي، واحكي لك اللي حصل لرقيه ومحمد. زي ما وقفنا ان رقيه قررت ان هي هتخلي محمد عندها. رقيه بنت من عيله مرفهه وغنيه جدا، بس